السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة الأحباب، إليكم مقتطفات من أجمل ما جاء في كتاب لا تحزن لفضيلة الشيخ عائض القرني. يقول الشيخ: تعيش مهموما مغموما حزينا كئيبا، وعندك الخبز الدافئ والماء البارد والنوم الهانئ والعافية الوارفة. تتفكر في المفقود ولا تشكر الموجود فلا تحزن. يقول الشيخ: أنت شيء آخر لم يسبق لك في التاريخ مثيل، ولن يأتي مثلك في الدنيا شبيه، فلا تحزن. واصبر وما صبرك إلا بالله. اصبر صبر واثق بالفرج، عالم بحسن المصير، طالبا للأجر، راغبا في تكفير السيئات. اصبر مهما ازدهمت الخطوب وظلمت أمامك الدروب، فإن النصر مع الصبر، وإن الفرج مع الكرب، وإن مع العسر يسرا. إن الذي يعود للماضي كالذي يطحن الطحين وهو مطحون أصلا، وكالذي ينشر نشارة الخشب. وقديما قالوا لمن يبكي على الماضي: لا تخرج الأموات من قبورهم فلا تحزن. أسعد واطمئن وأبشر وتفاءل ولا تحزن. إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة، فإن فساد الرأي ترددا. لليوم فقط سأعيش، في ماض ذهب وانتهى أغرب كشمسك. فلن أبكي عليك ولن تراني أقف لأتذكرك لحظة، لأنك تركتنا وهجرتنا وارتحلت عنا ولن تعود إلينا أبد الآبدين. ويا مستقبل، أنت في عالم الغيب، فلن أتعامل مع الأحلام، ولن أبيع نفسي مع الأوهام، ولن أتعجل ميلاد مفقود، لأن غدا لا شيء، لأنه لم يخلق ولأنه لم يكن مذكورا، فلا تحزن. دع غدا حتى يأتيك ولا تحزن. طرد الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة، فأقام في المدينة دولة ملأت سمع التاريخ وبصره، فلا تحزن. إن نقدهم السخيف ترجمة محترم لك، وبقدر وزنك يكون النقد الآثم المفتعل، فلا تحزن. عمرك يوم واحد، فلا هو أمس الذي ذهب بخيره وشره، ولا الغد الذي لم يأتي إلى الآن، فلا تحزن. فسلم وقتك من الضياع، وعمرك من الإهدار، ولسانك من الغيبة، وقلبك من القلق، وأذنك من الخنا، ونفسك من سوء الظن، ولا تحزن. إن الناس لا ينظرون إلى الوراء ولا يلتفتون إلى الخلف، لأن الريح تتجه إلى الأمام، والماء ينحدر إلى الأمام، والقافلة تسير إلى الأمام. فلا تخالف سنة الحياة ولا تحزن. إن الله عند المنكسرة قلوبهم، فلا تحزن. لا تظن إن كان بوسعك إيقاف الجدار أن ينهار، وحبس الماء أن ينسكب، ومنع الريح أن تهب، وحفظ الزجاج أن ينكسر. هذا ليس بصحيح على رغمي ورغمك، وسوف يقع المقدور وينفذ القضاء ويحل المكتوب. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فلا تحزن